في الفيديوهين اللي فاتوا مسكنا فيلم انفينيتي وور فصصناه. عرفنا ايه المشاهد اللي اتحذفت وايه الافكار اللي اتغيرت، وكمان عرفنا التسريبات اللي حرقت علينا تفاصيل الفيلم. بس لو فاكر ان حوارات مارفل والتغييرات وقفت لحد هنا، يبقى انت لسه ما شفتش اللي حصل في اند جيم، الفيلم اللي قفل رحله 10 سنين في عالم مارفل. السيناريو الاصلي بتاعه كان رايح في سكه تانية خالص ومختلفه 180 درجه عن اللي احنا شفناه في السينما. يعني تخيل كده معايا ان السيكس اوريجينال افنجرز كانوا هيموتوا كلهم مع بعض في النهايه، او ان ثانوس كان هيسافر بالزمن ويقطع راس كابتن امريكا بتاع الماضي ويرميها تحت رجلين كابتن امريكا بتاع الحاضر. مسودات وافكار كتير لو كانت اتنفذت كنا هنشوف فيلم مختلف تماما. النهارده هنفتح الصندوق الاسود لفيلم افنجرز اند جيم، وهنكتشف مع بعض الخطط الاصليه اللي المخرجين تراجعوا عنها في اخر لحظه. جهز نفسك عشان التفاصيل اللي جايه هتغير نظرتك للفيلم تماما. سمي الله ويلا بينا. السلسله اللي فاتت بتاعت فيلم افنجرز انفينيتي وور اتكلمنا عن حاجات كتير مهمه قوي مرتبطه بفيلم اند جيم، زي مثلا ان الفيلم ده كان مقدر ليه يبقى اسمه انفينيتي وور بارت 2، وزي برضو ان كان المفروض الجزء ده يعتبر جزء تاني مكمل في القصه مع الجزء الاول اللي هو انفينيتي وور بارت 1. طبعا التفاصيل دي والخطط الاوليه اللي تخص الفيلمين مع بعض ناقشناها واتكلمنا عنها في الفيديو بتاع فيلم انفينيتي وور، فعشان كده لازم ترجع للفيديو بتاع انفينيتي وور قبل ما تكمل في الفيديو ده. في البدايه كيفن فايجي رئيس استوديوهات مارفل اقترح ان فيلم اند جيم ينتهي نهايه مشابهه لفيلم توي ستوري 3، بحيث ان الافنجرز الستة الاصليين يضحوا بنفسهم كلهم مع بعض. لكن المخرجين الروسو براذرز رفضوا الفكره دي تماما، وشافوا انها متطرفه جدا ومظلمه جدا، وان الجمهور مش هيقدر يستوعب او يتقبل خساره بالحجم ده دفعه واحده. فبدل من ده اختاروا ان هم يمشوا في طريق متوازن اكتر، وهو اختيار شخصيات معينه هي بس اللي تقدم التضحيه وتكون في لحظات حاسمه داخل الفيلم، عشان يخلقوا حاله من التفريغ العاطفي للمشاهدين، في نفس الوقت يحافظوا على قوه دفع احداث الفيلم والتيمبو والايقاع بتاع الفيلم. تفتكر لو كابتن امريكا وتوني ستارك ماتوا هما الاتنين مع بعض في نهايه فيلم افنجرز اند جيم، كانت هتبقى لحظه مؤثره اكتر من اللي حصلت في الفيلم؟ الروسو براذرز فكروا فعلا يخلوا توني وكاب يموتوا هما الاتنين مع بعض، بس المنتجين اقترحوا ان ستيف يرجع لبيجي كارتر، لان توني رحلته كلها كانت ان هو يتعلم ازاي يضحي بنفسه، لكن كاب طول عمره مستعد ان هو يضحي عشان الخير، وعمره ما سمح لنفسه انه يعيش حياته الخاصه. فرجوعه بالزمن كانت احسن نهايه تكريم لشخصيته. والاغرب بقى ان كان في مسوده قديمه للفيلم مرعبه جدا. ثانوس كان هيسافر بالزمن ل 2012 ويقتل كل الافنجرز هناك، ويرمي راس كابتن امريكا بتاع الماضي تحت رجلين ستيف روجرز بس بتاع الحاضر. تعرف ان جمله اي ام ايرون مان العظيمه اللي في فيلم افنجرز اند جيم ما كانتش موجوده اصلا داخل الفيلم؟ مشهد موت توني ستارك كان مختلف تماما في البدايه. في النسخه الاولى توني ما قالش الجمله دي خالص، ولا حتى ثانوس اتكلم. ثانوس مجرد لبس الجانتلت وطرقع صوابعه واكتشف ان مفيش حاجه حصلت، فقام توني رافع ايده وطرقع صوابعه في صمت تام. بس المخرجين حسوا ان المشهد ناقصه حاجه، كان لازم ثانوس يقول I am inevitable كدليل على ايمانه بالحتميه، وعشان كده قرروا ان توني ستارك يرد عليه ويقول له جملته الشهيره I am Iron Man. روبرت داوني جونيور ما كانش عايز يرجع التصوير عشان يصور مشهد تاني من اول وجديد، لانه كان اوريدي ودع الشخصيه وصور المشهد الاولاني. بس كيفن فايجي والمخرجين اقنعوه ان هو يرجع ويصور المشهد من اول وجديد، والمشهد ده اتصور في نفس المكان اللي عمل فيه اول تجربه اداء لدور ايرون مان. بالمناسبه الكتاب كانوا كاتبين له كلمات اخيره يقولها في مشهد التوديع، بس هو فضل ان هو يموت في صمت. المشهد الافتتاحي المرعب في فيلم اند جيم مكانه الحقيقي ما كانش هنا اصلا. مشهد اختفاء عيله هوك اي كان المفروض يكون في نهايه فيلم انفينيتي وور. الفكره كانت ان هم يورونا ان افعال ثانوس دمرت العالم كله، مش بس ساحه المعركه اللي احنا كنا بنشوفها. بس صناع الفيلم
اكتشفوا ان وضع المشهد في الاخر بيبوظ ذروه ايقاع الاحداث، فقرروا ينقلوه ويخلوه في افتتاحيه اند جيم عشان يدمجوا الجمهور بسرعه في الاحساس العاطفي اللي انتهى بيه انفينيتي وور، ويدمجوا الاحداث اللي حصلت في اخر انفينيتي وور باول اند جيم. مشهد موت ناتاشا المؤثر كان المفروض يكون معركه دمويه. مشهد التضحيه على كوكب فورمير كان مختلف تماما في الاول. بدل خناقه ناتاشا وهي وكلينت على مين يضحي بنفسه، ثانوس ورجالته كانوا بيهجموا عليهم فجاه. كلينت كان بيحاول ان هو يعمل خطه عشان يدافع بيها عن نفسه، بس ناتاشا ما كانتش بتسمع كلامه وكانت بتجري ناحيه الحافه عشان تضحي بنفسها. وهي بتجري خدت 3 طلقات من جيل ثانوس وبتبص وراها عشان تنقذ كلينت قبل ما تنط من فوق الجبل. بس المخرجين حسوا ان المشهد ده ما فيهوش اي عمق عاطفي، وان الاكشن وهجوم جيش ثانوس بوظوا اللحظه المؤثره ما بينهم، وكمان ما كانش فيه مساحه للنقاش والجدال ما بينهم زي ما احنا شفنا في الفيلم. الفكره ان المشهد ده اتصور فعلا وكمان اتسرب وكمان موجود على النت. نيبيولا كان مكتوب لها انها تموت موته مأساويه في فيلم اند جيم بسبب الجانتلت. في درافت قديمه للفيلم نيبيولا كانت هتقدر تخطف الجانتلت في المعركه الاخيره بتاعت فيلم اند جيم، وكانت هتحاول تلبسه وتستخدمه عشان تثبت قيمتها لابوها. وده كان ريفرنس للكوميكس لما نيبيولا سيطرت على الاحجار لفتره، بس كانت هتكتشف ان جسمها مش قوي كفايه عشان يقدر يستحمل طاقه الاحجار وكانت هتموت وقتها. الفكره دي كانت هتبين يأسها الشديد في انها ترضي ابوها باي شكل، لكن صناع الفيلم قرروا ان هم يلغوا الخطه ويعملوا المواجهه المباشره ما بين النسختين بتوعها عشان يبينوا التطور بتاع نيبيولا الكويسه لما تختار تقتل نسختها الشريره وتنقذ اختها جامورا. تفتكر موت نيبيولا بالجانتلت كان هيبقى درامي اكتر ولا المواجهه اللي حصلت كان شكلها افضل؟ تخيل معايا ان فيلم اند جيم كان المفروض توني ستارك يبقى في اسجارد، وخطه التايم هايست كانت رايحه في سكه تانية خالص. في البدايه خطه التايم هايست ما كانتش هترجع لنيويورك 2012 اصلا. الفريق كان ناوي يبعت توني لاسجارد عشان يسرق الايثر والتسراكت من خزنه اوضه، وكان هيدخل في مواجهه مع هايمدال، وفي نفس الوقت ثور كان هيقابل جين فوستر، وروكيت كان هيقنعها بالعافيه تطلع الايثر من جسمها في مشهد كوميدي. كان في فكره كمان ان ثور يحارب نسخته القديمه بتاعته في اسجارد، بس المخرجين حسوا ان ده هيعقد خطه السفر جدا وكمان هيقلل من المحتوى الدرامي، عشان كده اختاروا الخطه اللي هم عملوها في الفيلم. فقرروا ينقلوا فكره ان البطل بيحارب نفسه لكابتن امريكا بدل ثور، وخلوا ثور يقابل والدته عشان ده هيساعده ان هو يتعافى نفسيا ويتقبل نفسه بشكل افضل. طبعا اللي هم عملوه في الاخر افضل بكتير، وكويس ان هم ما عملوش الخطه القديمه. بدل السفر بالزمن في فيلم افنجرز اند جيم كان شكلها بشع لدرجه ان هم غيروها في اخر لحظه. تصميم التايم سوتس كان مختلف تماما في الاول، كان مبني على التكنولوجيا بتاعت الجارديانز وكانت عباره عن فقاعه شفافه حوالين راس كل واحد فيهم عشان التنفس. بس المخرجين لما شافوها في التيست فوتج لقوها شكلها بشع فغيروها للي احنا شفناها والمستوحاه من خوذه انت مان. مشهد عوده الابطال في فيلم اند جيم كان هيحصل بشكل مختلف تماما. كان هيظهروا في الافنجرز كومباوند قبل ما ثانوس يوصل والكاميرا تقطع عليهم وهم بياكلوا بيتزا كريفرنس المشهد الشاورما في جزء الافنجرز 2012. كمان ثور كان المفروض يعمل فورمه ويخس في مشهد تدريب قبل المعركه الاخيره. ولما البورترز اتعملت كان المفروض بيتر باركر هو اول واحد هيخرج منها مش بلاك بانثر زي ما احنا شفنا. وفي كمان مشهد اتحذف لدكتور سترينج وهو بيحارب ثانوس في عقله، وكان هيوديه قدام كيان كوني اسمه الليفينج تريبيونال عشان يحاكمه على جرائمه، وده برضه اتشال من فيلم انفينيتي وور وقلنا كده في الفيديو بتاع انفينيتي وور. واخر مفاجاه، انضمام ثور لجارديانز اوف ذا جالاكسي ما كانش متخطط ليه اصلا، ده كان قرار في المونتاج صدم المخرج جيمس جان، بوظ له سكريبت الجزء الثالث اللي كان كتبه خلاص، وعشان كده شفنا ان ثور مشى من التيم بتاع جارديانز على طول. تخيل توني ستارك بيصحى بعد ما مات بيلاقي بنته كبرت قدامه. المشهد ده اتصور فعلا واتحذف من فيلم افنجرز اند جيم. بعد السناب بتاع توني كان المفروض يصحى في السول وور زي ما حصل مع ثانوس بالظبط في انفينيتي وور، بس بدل ما يقابل نسخه صغيره من بنته كان هيقابل بنته مورجان ستارك وهي شابه كبيره. ومارفل فعلا جابت الممثله كاثرين لانغفورد عشان تعمل الدور ده. مورجان كانت بتقول له ان تضحيته ما راحتش هدر وان بقى ليها مستقبل بسببه عشان تديله سلام نفسي قبل ما يموت. المشهد كان مثالي على الورق وتصور فعلا، بس لما عرضوه على الجمهور في تيست سكرين ما تأثروش بيه خالص. الجمهور كان متعلق بمورجان ستارك الصغيره الطفله وجمله I love you 3000، وظهور ممثله جديده في اخر دقيقه عملت لهم تشتت وما حسوش ناحيتها باي ارتباط عاطفي. عشان كده المخرجين حذفوا المشهد تماما
وخلوا الوداع كله بيتركز على جمله بيبر بوتس يو كان ريست ناو. هل كنت تحب ان انت تشوف مشهد زي ده في فيلم اند جيم، ولا كويس ان هم شالوه فعلا؟ كده احنا فصصنا كل الخطط الاصليه اللي المخرجين والصناع تراجعوا عنها في فيلم افنجرز اند جيم. بس استنى، اوعى تقفل الفيديو. انا مجمع لك في اخر الفيديو مشاهد حقيقيه اتصورت فعلا واتحذفت من الفيلم، ومشاهد تانية اتبدلت خالص عن اللي احنا شفناه في السينما. خليك مكمل واتفرج عليها وقول لي رايك في الكومنتات. هل كان المفروض ان هم يسيبوها ولا حذفها كان صح؟ والفيديو اللي جاي بقى هنتكلم عن فضيحه التسريبات الكبرى الاند جيم، وازاي 5 دقايق كاملين نزلوا على النت قبل العرض وحرقوا الفيلم من الجلده للجلده. عشان ما تفوتش الحكايه دي ما تنساش اللايك واعمل سبسكرايب وفعل الجرس، وممكن تدعمني في الكومنتات عن طريق زرار ثانكس، وما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام وعلى التيك توك. اسيبكم دلوقتي مع المشاهد المحذوفه. سلام.